بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، في خبر اليوم، أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما الإيطالي بدأ محادثاته مع تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وربطت التقارير حكيم زياش بالرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع عدة خيارات هجومية وعلى رأسهم ميخايلو مودريك وجواو فيليكس. وذكرت تقارير صحفية وجود اهتمام من برشلونة ونيوكاسل يونايتد بضم حكيم زياش في الماركاتو الشتوي الحالي. بحسب شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن نادي روما يبحث عن خيارات هجومية في الميركاتو الشتوي في ظل احتمالية رحيل لاعبيه نيكولو زانيولو. وأشارت الشبكة إلا أن روما فتح خط مفاوضات مع تشيلسي، والذي يطلب 20 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه في يناير الجاري. وأضاف التقرير أن المحادثات ما زالت في بدايتها، في الوقت الذي لم يعطي حكيم زياش إشارات سلبية بخصوص فكرة الانتقال لروما، الذي أيضا يبحث إمكانية التعاقد مع الإسباني جيرارد ديولوفو المتألق مع أودونيزي هذا الموسم. وفي خبر آخر، أكدت تقارير صحفية عالمية أن لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل. فيما أكدت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الكرواتي صاحب 37 عاما سيرحل عن الملكي ريال مدريد في الصيف المقبل، فيما تلقى لاعب وسط ريال مدريد عرضا من المملكة العربية السعودية وعرضا من الدوري الأمريكي. وأكدت تقارير صحفية عالمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم مودريتش وقع على عقده مع نادي النصر. وسبق وأعلن مسلي المعمر رئيس نادي النصر السعودي بعد مباراة الاتفاق الأخيرة أن نادي النصر مقبل على تعاقدات مثيرة مع لاعبين عالميين. ويذكر نادي النصر تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.